إلى أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أدب الزكية الطاهرة التي نحقق من خلالها سعادة الدنيا والآخرة. فهو صلى الله عليه وسلم قدوتنا وقدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وبذلك أمرنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. رواه